الرسول صلى الله عليه وسلم في بدايات البعثة كان يصلي تحت الكعبة، وكان هناك مجموعة من كفار قريش، أبو جهل وعقبة بن أبي معيط وغيرهم، وكانوا ينظرون إليه بكل سخرية ويضحكون. قام أبو جهل وقال لمن معه: من يأتينا بسلى جزور آل فلان؟ آل فلان ذولا كانوا ذابحين بعض الإبل وفي مخلفات للإبل ومما في أحشائها وإلى آخره. فقام أشقاهم وأحضر هذا السلى. قال: ماذا؟ قال: ضعه على ظهر محمد وهو ساجد، اللهم صل وسلم على رسوله. وفعلا ذهب هذا الشقي ورماه على ظهر الرسول، وهؤلاء يضحكون ويقهقهون. فانطلق أحدهم إلى فاطمة وقال: أدركي أباك. فأتت الطفلة الصغيرة وأبعدت هذا السلى عن ظهر الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكنه قام مغضبا ورفع يديه وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وكان يكرر الدعاء ثلاثا: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعقبة، اللهم عليك بالوليد. خاف القوم لأنهم يعرفون أن هذا الرجل ليس بكاذب. هذه القصة. السؤال: متى أجاب الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجابها في غزوة بدر، أي بعد ما يقارب 8 إلى 10 سنوات. يا إخواني، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستجاب له إلا بعد 10 سنين، وحنا الواحد منا يدعي أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، سنة، ثم يمل. لا تستعجل الإجابة، الله يعلم وأنت لا تعلم بما هو خير. ادعو واصبر وسيأتيك الفرج بإذن الله.